طريقة رسمة الايلاينر من غير لاشز وبمسكرة عادية، عشان دايما بتطلع معاها عين وعين، يعني بتبقى في عين مظبوطة وعين مش مظبوطة. اوكي دلوقتي هنرسم مع بعض الايلاينر عشان البنات اللي عندها مشكلة في الايلاينر يا رب ما يكونش عندها مشكلة تاني بعد كده. ليتس جو. طيب اوكي انا شلت دلوقتي الايلاينر اللي انا كنت رسماه عشان نرسم مع بعض واحد جديد. يلا بينا. اوكي الايلاينر بتاعي ده من لارين. انتي زي ما تحبي بترسمي ايلاينر عادي فلوماستر او ديب لاينر جيل لاينر، اللي انتي بترتاحي فيه ارسمي فيه، اهم حاجه تعرفي ترسمي. اوكي اول حاجه بالشكل ده انا معايا مرايه اهو باصه فيها لتحت بالشكل ده، سحبت عين. بعد كده ببص عادي، ولا تحت بقى ولا فوق ولا اي حاجه خالص اهو، وابدا اسحب الخط بالشكل ده اهو من غير ما اعمل كاتنج ومن غير اي حاجه ولا مونتاج ولا حاجه، هتنزل زي ما هي كده اهي. بتحبي تعرضي بقى ترفعي زي ما تحبي، ولا فيها صعوبه ولا فيها اي. وبصي من غير ما اوقف نعمل العين التانية عشان ما يكونش ليكي حجه بالشكل ده اهو. وطبعا زي ما شفتي كده ادي رسمتين العين بتوع الايلاينر اهو. انت بقى بتحبي تسحبي العين، ترفعي العين، تعرضيه، تطوليه، ترفعيه زي ما انت عايزه. صديقي شفتي تكنيك ان احنا بنمسك ازاي او بنحرك ايدينا ازاي، هي دي الفكره.